السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا، انا او غيري، تمام؟ انت اخترت ايه؟ محتوى ايه علشان تتحاسب عليه وانت عايش وانت ميت؟ الناس اللي بتعمل محتويات لو بتفكر ان المحتوى ده هيفضل موجود لحد بعد موتها وهتتحاسب بسببه، محدش هيقدم محتوى مش كويس. محدش هيخلي الناس تتلهي في الحاجات الهايفة. فاهمين؟ يعني مثلا زي كروان مشاكل والجماعة اللي زي دول. حضرتك كنت طالع تعمل محتوى على السوشيال ميديا عشان عايز فلوس، ماشي، كلنا عايزين فلوس، بس احنا عايزين فلوس بالحلال. لكن عايزين فلوس بالحرام وتيجي من اسفاف وقلة ادب والكلام ده حرام وهنتحاسب عليها. تمام؟ سيبك بقى من اي حاجه. اللي انا بتكلم عليه ان احنا دلوقتي انا لما اطلع اقدم محتوى ولما بتكلم وبقول يا جماعه احنا عايزين نبقى كويسين ويبقى في بينا ترابط ويبقى بينا رحمه، وبكلمكم بقال الله وقال رسول على قد معرفتي. يعني بتكلم في اجتماعيات ازاي ان احنا نوصل لحالة احسن من اللي احنا فيها. تمام؟ ده اللي انا بتكلم فيه. هل انا مثلا لما اموت، ماشي، وحد يشوف فيديو من الفيديوهات بتاعتي، ماشي، هل في حاجة ان انا اتحاسب عليها واخد عليها سيئات؟ انا دلوقتي حد هيقول لي، هيخش هيسيب المحتوى وهيسيب الكلام وهيقول لي عينيك. انا قلت لك الف مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحط كحل. سيبك بقى من الكحل ومن العين والكلام ده، لان في ناس، انا بصراحة مش عارفة اقول لكم ايه. يا جماعة اتقوا الله بجد، اتقوا الله فيا، عشان انا مش عايزة حد لا يبص ولا يعاكس ولا الكلام ده. انا واحدة عادية جدا، اعتبروني اختكم وامكم وبنتكم. المهم ان احنا ما يبقاش فيه غلط ولا اهانة. اللي احنا بنتكلم فيه، كل واحد بيعمل حاجة هيتنيه يتحاسب عليها. يعني اللي طلع على السوشيال ميديا لازم يختار هو هيبقى ايه في الدنيا وفي الآخرة. هيبقى محترم في الدنيا ومحترم في الآخرة، هياخد حسنات في الدنيا وياخد حسنات في الآخرة، ولا هياخد سيئات في الدنيا وسيئات في الآخرة. يعني مثلا في بلوجرات بيطلعوا يتكلموا عن كرام مشاكل ويتريقوا ويشتموا الكلام ده. وانت بتتكلم وانت بتشتم هو غلط، بس شتمتك انت بتتحاسب عليها، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني اللي انت بتتكلمه ربنا بيكتبه. انت بتتريق عليه بتشتمه، انت ما تعرفوش حتى لو تعرفه. ما ينفعش اصلا ان انت تقوله كده. ليه ما تطلعش تتكلم عليه وتوجه له نصيحة؟ لازم تطلع تتريق؟ ده انت بتشهره كده، انت بتديله شهرة وبتديله مجال انه يعمل كده واكتر من كده. وتحط الفيديو بتاعه. انا بطلع اتكلم مثلا، بس ما بحطش فيديوهات حد على فيديوهاتي، ماشي، عشان ما بقاش انا سبب في شهرة الاسفاف. فاهمين؟ فاللي انا بتكلم فيه البلوجرات المشهورة دي بدل ما تطلع تشتم وتف وتتريق، انا ماليش دعوة، بس انا بتكلم بنصحك كأخت. اطلع اتكلم عن الناس دي وانصحهم. انصحهم، ولو ليك تواصل معاهم انصحهم بجد. لان انت لما هتنصحهم انت عملت اللي عليك. من رأى منكم منكرا يا جماعة. لكن ان احنا نقعد نتريق ونشتم ومش عارفه ايه ونهزر ما ينفعش. ما ينفعش كده، ما ينفعش وكده. اللي بيعمل المحتوى ده ما ينفعش، واللي بيتريق عليه برضه ما ينفعش. احنا ليه بقينا مش شايفين ان احنا ربنا بيحاسبنا على النفس؟ والله ربنا بيحاسبنا على النفس، وبيحاسبنا على الكلام، وبيحاسبنا على الفعل، وبيحاسبنا على اي شيء. يعني انت فاكر ان ربنا مثلا هيحاسبك ان انت ما بتعملش مثلا زيه؟ لا، ربنا هيحاسبك ان انت طالع تتريق عليه، ان انت طالع تتف عليه وتشتمه وعايز تضربه بالشبشب وحاجات زي كده. هما غلط، الناس دي غلط، بس انت بتغلط زيهم بس بطريقة تانية. لا، احنا عايزين نبقى مجتمع محترم يا جماعة. وفيها حاجة لما نبقى مجتمع محترم نحترم الرأي والرأي الآخر وننصح بعض. يعني أنا لو بغلط أنا الاقي حد طلع ينصحني بأدب، مش طلع يشتمني ويقل أدبه عليا وحاجات زي كده. ما ينفعش. ما ينفعش. خش كلمني، استجبت لكلامك واستجبت للنصيحة بتاعتك، شفتها إنها توافق ديني، أمين، خلاص. أنا كست محترمة وعاقلة بفكر بالأسلوب اللي يخليني أحترم الرأي الآخر. تمام؟ لكن ان انت تخش تشتم وده يخش يشتم وده يخش، ما ينفعش. او حد مثلا ياخد فيديو من بتاعي ويطلع يتريق عليا. الحمد لله، هيتريق على ايه؟ على نقابي؟ على كلامي؟ الحمد لله ما بقولش حاجة غلط وما بتصرفش تصرف غلط.
هو يا جماعة هو الإسفاف أصلا يعني سهل إن الناس تعمله، بس صعب على اللي عايز يرضى ربنا. يعني أنا هديكم مثل، يعني أنا قاعدة قدام منكم أهو، مش ممكن دلوقتي أرفع النقاب هبقى ترند تاني يوم، هبقى ترند تاني يوم وأنا قاعدة كده بقالي سنة هو محدش يعرف شكلي، في ثانية هبقى ترند. ليه؟ عشان غلط. الغلط هو اللي بيطلع ترند. لكن ان حد يحتفظ بحيائه وباحترامه، لا، ده اركنه على الرف، ده ملوش لازمه. سيبوكوا بقى من اي حاجه. النصيحه اللي انا طالعه اقولها بجد، الناس البلوجرات اللي بيعملوا رياكت على الناس اللي هي او تريقه، انا ما اعرفش هم بيقولها ايه، على الناس اللي زي انتوا بتشهروهم، انتوا بتساعدوا في شهرتهم، خلي بالكم، صدقوني. وبلاش تتريقوا وبلاش تشتموا علشان ما تاخدوش ذنوب. يا جماعة احنا عايزين نفوق شوية، بالله عليكم، بالله عليكم. احنا ايه اللي جرالنا؟ احنا ما كناش كده يا جماعة. والله العظيم انا حاسة ان في حاجة غلط. ايه هو الغلط؟ الله اعلم. ربنا قادر يصلحه، ربنا قادر يهدينا كلنا، يهديني ويهديكم ويهدي أمة محمد. ماشي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.